اوكي بس سامع سامع. محمد فت هذا شو بقى شيء يشوفك، هذا جاي يزورك. شوف يا محمد، محمد هكذا يزورك. محمد رشاد كان هو أحد أسرى الحرب في جبهة الحديدة في الساحل الغربي، وأسر في الدريهمي، وأسر وهو قريح في ركبته، وحصل إلى تعذيب من ميليشيات الحوثي، وهو من الأسرى. ونحن كنا نعرف أن الأسرى يعاملون في إحسان، وهذول عاملوه أخص المعاملة. وشخص مصاب في ركبته ودخلوه في دقاطة مدة 4 أشهر، وخرجوه مدة 2 ورجعوه ثاني مرة في الدقاطة، وكان واصل يتلقى التعذيب ويتلقى المعاملات السيئة. وهو محمد رشاد معروف بأخلاقه، في حسن سلوكه، ويعرفوه كلهم الناس في مديريات دار سعد وفي لحق، وكان من قبل في مدرسة الهدل يدرس، وكان أحد الطلبة الشاطرين في الدراسة. وإحنا كنا منتظرين إن محمد، كانوا يقولون إحنا محمد بيخرج بأحسن حال، ابنكم بخير، ابنكم في بشي حاجة، وبيخرج إن شاء الله ما بتعرفوه ولا بتعرفوه إن هذا محمد بيخرج مرتاح وسليم. بس إلا نحن هكذا، هذه تحفيظات من الشيء، وش يتصلوا من الشيء، مش يدروا. كل ما نسأل عليه ليش محمد ما يتصلش، يقولوا إن إحنا إن محمد بخير بنعمة. ومحمد طلع حالته سيئة 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 لآخر درجة، لا يعرف حد، لا يعرف حد من العائلة. إنه وصلنا حتى نزل من الطائرة ثاني للسعاف حق الهلال الأحمر، خدوه للمستشفى الألماني، ولحقناه نحن للمستشفى الألماني نشوف محمد مش محمد اللي نعرفه. محمد تغير يعني لشكل غير ممكن، لا يعرف أهله ولا يعرف نحن نهدر معاه نتكلم معاه، ما يعرف أي حد، يهدر كذا بكلام كذا ثاني. الليد يعني عقله تغير. سألنا أصحابه زملائه ليش محمد كذا، قالوا محمد كان هو يتلقاه، كان أكثر واحد كان يتعذب، كان يشلوه من عندنا يختفي 4 أشهر 3 أشهر. وكنا نسأله محمد فينا، كان يقول أنا مسجون، أنا يشلونا في سجن انفرادي دقاطة يطرحونه، يجلس 3 أشهر 4 أشهر يخرج. حتى الليل خلاص يعني خرج لا يعرف أي حد وليش يهدر مع حد، ورجع عصبي. وكان مقطوعات المكالمات بين أهله أكثر من 4 أشهر. كان نسأل عليه ليش محمد ما اتصلش، كانوا يقولون نحن محمد بخير بس راقد. ساعة يقولوا محمد حولوه لسجن ثاني مع أسرى ثانيين. محمد يعني كانوا كل ساعة يعطون احنا عذر، بس احنا كنا نحس انه وقال نحن كلام انه قتلوه، كنا نقول كيف قتلوا محمد؟ ايش ذا الكلام صدق ان محمد قتلوه؟ قالوا لا، محمد مش قتلوه، محمد موجود بس ما يقدرش يتصل بكم، ما يقدرش يدير معاكم. كيف اصحابه كلهم يهدروا؟ كيف اصحابه كلهم يتصلوا الا محمد؟ بعدين ما سالنا الزملاء قالوا محمد تعبان. شفنا محمد بعدين بأسوأ حال، وهذا قدامكم محمد لا يعرف حتى يلبس شميزه ولا يعرف يلبس حتى ثيابه، حتى لقمة الأكل اللي يقدرش يأكلها. محمد كان مرتاح، ومحمد كانوا يعرفوه كلهم، وهذه حالته محمد ساءت لأخص حال. يعني نسأل الله أن يشفيه ويرجع لأهله مثل أول. نتمنى أن محمد يرجع مثل أول، يعرف أهله ويدخل يخرج لحاله ويلبس ثيابه لحاله ويحكي مع الناس. ومحمد كان لا يفارق المسجد. الآن محمد ما يعرفش حتى ما يعرفش إيش الصلاة، ما يعرفش من أهله ولا يعرف أي حاجة. يعني إنسان كان بلا عقل خرج، حتى ما يعرفش يحكي ولا يقدر يحكي كلمة، كله كلام ثاني يهدر. من المنظمات الدولية أن تنظر كيف يعاملوا الأسرى، كيف يعاملوا البني آدم، الشخص يكون أسير وقريح. شوف لفين وصلوه.